السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معاكم درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية، هنشرحه ونحل عليه اسئلة كتير جدا، ونتعلم ازاي نفهم السؤال ونجاوب عليه، وكمان نحط اسئلة من عندنا. نبتدي الدرس بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. مصر تحت الاحتلال الفرنسي او تحت احوال الاحتلال الفرنسي. الاحتلال الفرنسي كشف عن اطماعه الحقيقيه، ده ادى الى تعاظم الروح الوطنيه ضد الاحتلال الفرنسي. يبقى لما يجي يقول لي ما النتائج المترتبه على كشف الاحتلال الفرنسي عن اطماعه الحقيقيه، هنا كده سؤال ما النتائج كشف الاحتلال عن أطماعه الحقيقية، هقول أدى إلى تعاظم الروح الوطنية، يعني زيادة. كلمة تعاظم دي يعني زادت وعليت قوي الروح الوطنية عند المصريين، عايزين يخرجوا الفرنسيين من مصر. فحصل إيه؟ قام الشعب بعدة ثورات ضد الاحتلال الفرنسي. لما نشوف ونرجع نفتكر مع بعض بسرعة كده معركة أبي قير البحرية، النتائج المترتبة عليها ايه؟ انقطاع الصلة بين فرنسا والجيش الفرنسي الموجود في مصر، اعتماد الفرنسيين على سد احتياجاتهم على موارد مصر، ودي اهم حاجة هنتكلم عليها، لان الفرنسيين فرضوا ضرائب كتيرة جدا على المصريين. فقامت ثورة القاهرة الاولى، بما تفسر قيام ثورة القاهرة الأولى بسبب فرض الفرنسيين ضرائب متعددة على المصريين، كمان تفتيش الفرنسيين البيوت وهدم أبواب الحارات والمساجد. يبقى أسباب ثورة القاهرة الأولى، ودي أول ثورة قام بها الشعب المصري ضد الفرنسيين، وكان القائد في ثورة القاهرة الأولى نابليون بونابرت، بما تفسر قيام ثورة القاهرة الأولى أو اندلاع ثورة القاهرة الأولى بسبب فرض الفرنسيين الضرائب على المصريين. طب فرضوا الضرائب ليه؟ بما تفسر فرض الفرنسيون ضرائب باهظة على المصريين ليحصلوا على التمويل اللازم بعد تدمير أسطولهم البحري. هنا بقى يقول لي ما العلاقة بين فرض الضرائب على المصريين وتدمير الأسطول البحري في موقعة أبي قير البحرية؟ لما يقول لي ما العلاقة دي على طول أقول فرض الفرنسيين الضرائب على المصريين بسبب تدمير أسطولهم البحري في موقعة أبي قير البحرية. فثورة القاهرة الأولى أسبابها فرض الفرنسيين الضرائب، تفتيش الفرنسيون للبيوت وهدم أبواب الحارات والمساجد. الشعب المصري غضب جدا من اللي حصل ده، فعملوا ثورة على الفرنسيين، وخلوا مركز الثورة دي، مركز المقاومة، هو الأزهر الشريف. يبقى مين اللي قاد الثورة؟ الأزهر الشريف. من قلب الأزهر الشريف بدأوا يخططوا للثورة على الفرنسيين. نابليون عشان يقضي على الثورة دي استخدم مع المصريين الشدة والعنف في معاملة الثوار. يعني ايه ثوار؟ يعني الناس السائرين الغضبانين من الأوضاع اللي حاصلة في مصر. طب يعني ايه ثورة يا مس؟ كلمة ثورة حركة شعبية تهدف للتغيير الجذري الشامل والمنظم للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع. احفظها صم. كمان نابليون بونابرت أثناء الثورة قبض على زعماء الثورة، تم القبض على زعماء الثورة وإعدام كام؟ أعدم 6 من مشايخ الأزهر. ال6 دول استثنى منهم واحد بس، مين؟ الشيخ السادات. يبقى تم إعدام يعني قتل، أعدم 6 من مشايخ الأزهر بس ما أعدمش الشيخ السادات. طب ليه باستثناء الشيخ السادات؟ ليه؟ بسبب مكانة الشيخ السادات العلمية والأدبية لدى المصريين، فخاف نابليون أحسن المصريين يعملوا عليه ثورة كبيرة جدا. طب إيه النتائج المترتبة؟ كمان الفرنسيين دخلوا جامع الأزهر وهم راكبين الخيل بتاعتهم، وده طبعا إساءة لحرمة ومكانة الجامع الأزهر وأثار الشعور الديني لدى المصريين. ما النتائج المترتبة على دخول الفرنسيين الجامع الأزهر؟ إساءة لحرمة ومكانة الجامع الأزهر وغضب أو زيادة غضب المصريين. النتائج المترتبة
ما النتائج المترتبة على ثورة القاهرة الأولى؟ إيه اللي حصل بعد ما خلصت ثورة القاهرة الأولى؟ رقم 1 إلغاء ديوان القاهرة وإنشاء ديوانا آخر ضم كل الطوائف والعناصر غير المصرية. 2 فرض الغرامات المالية على التجار والعلماء عشان يبطلوا يعملوا ثورة، ده نابليون اللي عمل كده. شرع الفرنسيون في تحصين القاهرة، بدأوا يحصنوا القاهرة عشان الثوار ما يقدروش يعملوا ثورة مرة تانية. يبقى نتائج ثورة القاهرة الأولى إلغاء ديوان القاهرة اللي كان نابليون عامله عشان يدرب المصريين على الحكم، وأنشأ ديوان آخر بس الديوان ده ضم عناصر أجنبية يعني مش مصرية. فرض الغرامات المالية على التجار والعلماء، أكمل. فرض نابليون الغرامات المالية على مين ومين؟ على التجار والعلماء. شرع الفرنسيون في تحصين القاهرة. بعد شوية يحصل إيه؟ يحصل تحالف بين إنجلترا والدولة العثمانية عشان يخرجوا الفرنسيين من مصر. نابليون يعرف بالموضوع ده فيجهز حملة ويطلع يروح على بلاد الشام. يبقى حملة الشام بما تفسر قيام نابليون بونابرت بحملة الشام. ليه؟ بسبب قيام انجلترا بالتعاون مع الدولة العثمانية واعداد حملة مشتركة لطرد الفرنسيين من مصر. كمان رايح حملة الشام دي عشان يقوي موقعه بعد ما خسر كل حاجة في موقعة أبيقير البحرية. عشان كده حملة الشام ارتبطت بنتائج موقعة أبيقير البحرية. يعني آمس يعني نابليون عايز ياخد أماكن تانية ويكتسب موارد تانية، فراح عشان يضم بلاد الشام بعد ما الأسطول بتاعه اتدمر. وكمان بسبب قيام انجلترا بالتعاون مع مين؟ مع الدولة العثمانية لطرد الفرنسيين من مصر. بما تفسر تعاون انجلترا مع الدولة العثمانية، هقول على طول لطرد الفرنسيين من مصر. نابليون لما عرف بكده خد الجيش بتاعه، أعد جيش كبير واتجه لبلاد الشام عشان يقابل مين؟ عشان يقابل الحملة اللي بعتها انجلترا والدولة العثمانية. لكن الحملة على بلاد الشام دي فشلت. طب بما تفسر فشل الحملة على بلاد الشام؟ بسبب عدم قدرة نابليون على فتح عكا. بس كده؟ بس كده. لما يقول لي بما تفسر فشل حملة بلاد الشام او حملة نابليون على الشام، هقول بسبب عدم قدرة نابليون على فتح عكا. طب بما تفسر فشل نابليون في فتح عكا او عدم قدرة نابليون على فتح عكا؟ بسبب قوة اسوارها وبسالة اهلها. يعني ايه بسالة؟ يعني شجاعة. بسبب قوة اهلها، قوة أسوارها وبسالة أهلها. وكمان خسارة نابليون أعداد كبيرة من جنوده. راحوا فين؟ ماتوا. طب ماتوا ليه؟ بسبب مرض الطاعون اللي تفشى بينهم. يبقى هنا فشل نابليون في فتح عكا أو في الاستيلاء على عكا ل3 أسباب: قوة أسوار عكا، شجاعة أو بسالة أهل عكا، خسارة نابليون أعداد كبيرة من جنوده بسبب تفشي مرض الطاعون بينهم. ما النتائج المترتبة على تفشي مرض الطاعون بين جنود نابليون؟ خسارة نابليون أعداد كبيرة من جنوده. تيجي بعد كده معركة أبيقير البحرية. نابليون وهو راجع من الشام كده بعد ما فشل في فتح الشام وفتح عكا، لقى مين؟ لقى الجيش العثماني. راح محارب الجيش العثماني على طول. بس فين؟ عند أبيقير البرية. خلي بالي كويس قوي، أبيقير البرية بين العثمانيين والفرنسيين، لكن أبيقير البحرية بين الأسطول الفرنسي والأسطول الإنجليزي. خلي بالي من الجزء ده. يبقى أطراف معركة أبيقير البرية الفرنسيين ضد العثمانيين. مين اللي نجح ومين اللي فاز؟ فاز الفرنسيين. يبقى أدى إلى نتائج معركة أبيقير البرية هزيمة الجيش العثماني وأسر قائده. هزيمة الجيش العثماني وأسر قائده. وبعدين نابليون تجيله رسالة إن في مشاكل في فرنسا، يرجع بسرعة في السر لفرنسا. طب رجع لفرنسا وساب مين مكانه؟ عين كليبر. مين كليبر ده؟ قائد في الحملة الفرنسية. فاكرينه؟ اللي بعت لنابليون رسالة وقال له الأسطول
الانجليزي حطم الاسطول الفرنسي يا نابليون. يبقى نابليون عاد الى فرنسا سرا من غير ما حد يعرف، وعين مكانه كليبر قائد للحملة. يبقى تولى قيادة الحملة بعد نابليون مين؟ ها شاطرين، كليبر، صح كده. يجي كليبر يقول انا مش قاعد في مصر. ليه يا كليبر؟ قال اصل كل الرجاله بتاعتي عمالين يموتوا، وانجلترا والعثمانيين متفقين عليا. راح عمل ايه؟ تفاوض مع الاتراك. فاوض يعني تفاوض. تفاوض كليبر مع الاتراك. مين الاتراك دول يا مس؟ الدوله العثمانيه. يبقى كليبر عمل اتفاقيه مع العثمانيين. اسمها ايه الاتفاقيه دي؟ اسمها اتفاقية العريش. امتى؟ في يناير 1800 عقد كليبر اتفاقية العريش مع العثمانيين. طب اتفقوا على ايه الجماعة دول؟ اتفقوا على جلاء الفرنسيين من مصر بأسلحتهم على نفقة العثمانيين. يعني الفرنسيين يطلعوا من مصر على سفن الدولة العثمانية. طب ماشي، العثمانيين وافقوا وقالوا له ماشي يا كليبر، هنجيب لك السفن بتاعتك اللي انت عايز تطلع من عليها، واطلع من عليها وروح فرنسا. العثمانيين جابوا السفن وقالوا لكليبر هنطلعك عليها. جت انجلترا قالت لهم لا، الفرنسيين يطلعوا ماشي بس يطلعوا كأسرى حرب. يعني ايه أسرى حرب؟ يعني يسيبوا أسلحتهم ويسيبوا كل حاجة ويطلعوا بس بالهدوم بتاعتهم. فشلت الاتفاقية. كليبر قال لا، احنا مش هنطلع كأسرى حرب، احنا لازم نطلع بكل حاجاتنا. يجي كده العثمانيين كانوا دخلوا القاهرة لما اتفقوا مع كليبر. جم من العريش اللي هي هناك في شبه جزيرة سيناء، جم من العريش مشيوا لحد ما وصلوا. دخلوا فين؟ دخلوا على القاهرة. جه كليبر لما لقى انجلترا رفضت الاتفاقية، حارب العثمانيين في القاهرة وهزمهم ورجعهم تاني وداهم لبلاد الايه؟ لبلاد الشام. شاطرين، برافو عليكم. يبقى هنا بما تفسر فشل اتفاقية العريش بسبب رفض انجلترا للاتفاقية، واصرت على ان يسلم الفرنسيون انفسهم كأسرى ايه؟ كأسرى حرب. ما النتائج المترتبة على فشل اتفاقية العريش؟ ايه اللي حصل بعد ما فشلت؟ رفض كليبر وحارب العثمانيين في القاهرة وهزمهم وعادوا إلى الشام. يرجع كليبر من بلاد الشام بعد ما حارب العثمانيين ومشاهم من مصر، يلاقي في ثورة في القاهرة اسمها ثورة القاهرة الثانية. في وقت مين؟ في وقت كليبر. ما ثورة القاهرة الأولى مين القائد؟ أيوة برافو عليك، نابليون. يبقى ثورة القاهرة الثانية كان القائد الفرنسي في الوقت ده كليبر سنة 1800 ميلاديا في مارس. طب ايه اسباب الثورة؟ بما تفسر قيام ثورة القاهرة بسبب الاجراءات التي اتخذها كليبر ضد اهل القاهرة. ايه الاجراءات دي؟ كان بيعاملهم معاملة قاسية جدا وبيفرض عليهم ضرائب كتير. يبقى اسباب ثورة القاهرة الاجراءات التي اتخذها كليبر ضد اهل القاهرة. حصل ايه جوه الثورة دي؟ الثورة كانت بزعامة عمر مكرم نقيب الأشراف. يبقى مين الزعيم المصري اللي خطط لثورة القاهرة الثانية؟ عمر مكرم. طب طلعت منين؟ طلعت من حي بولاق. أمال ثورة القاهرة الأولى طلعت منين؟ ها؟ أيوة بالظبط كده، من الأزهر الشريف. يبقى مركز ثورة القاهرة الثانية حي بولاق، لكن مركز ثورة القاهرة الأولى الأزهر الشريف. طب اشمعنى حي بولاق بالتحديد؟ بما تفسر انطلقت ثورة القاهرة الثانية من حي بولاق لأن حي بولاق يوجد به مخازن تموين الجيش الفرنسي، بسبب وجود مخازن تموين الجيش الفرنسي في بولاق. الثوار المصريين عملوا ايه؟ راحوا عاملين ثورة كبيرة، حطموا أبواب المخازن اللي فيها الأكل واللي فيها المعدات بتاعت الفرنسيين وخدوها، وكمان قتلوا الحامية الفرنسية. الجنود اللي كانوا بيحموا المخازن دي المصريين قتلوهم عشان ياخدوا الحاجات بتاعتهم اللي الفرنسيين واخدينها منهم. الثورة استمرت قد ايه؟ ايوه استمرت شهر. ثورة القاهرة الثانية
كانت طويلة، خدت مدة طويلة، استمرت مدة شهر. كليبر عشان يقضي على الثورة دي اللي استمرت فترة طويلة أمر بتدمير حي بولاق بالمدافع ومنع الغذاء عن سكان القاهرة. بما تفسر قضى كليبر على الثورة بالقوة. قضى عليها بالقوة ازاي؟ قام بتدمير حي بولاق بالمدافع ومنع الغذاء عن سكان القاهرة. فكانت النتائج بتاعت ثورة القاهرة الثانية، ما النتائج المترتبة على ثورة القاهرة الثانية؟ اشتد كليبر في فرض الضرائب والإتاوات، فرض ضرائب وإتاوات كتيرة، يعني فلوس كتيرة خدها من المصريين. صادر الأموال والممتلكات، قام كليبر بمصادرة الأموال والممتلكات. إيه كمان؟ زيادة سخط الشعب المصري. يعني إيه كلمة سخط دي؟ يعني غضب. يبقى ثورة القاهرة الثانية قامت من حي بولاق، القائد المصري بتاعها عمر مكرم، لكن القائد الفرنسي كان كليبر. ثورة القاهرة الثانية انطلقت من حي بولاق بسبب وجود مخازن تموين الجيش الفرنسي. الثوار حطموا أبواب المخازن واستولوا على ما فيها وقتلوا الحامية الفرنسية. الثورة استمرت أكتر من شهر، وده أدى إلى إيه؟ تصدي كليبر للثورة بالقوة وأمر بتدمير حي بولاق بالمدافع ومنع الغذاء عن سكان القاهرة. وكمان بعد ما خلصت الثورة فرض ضرائب كتير وإتاوات وصادر الأموال والممتلكات، ده أدى إلى زيادة سخط الشعب عليه. يجي ولد كده اسمه سليمان الحلبي يخلي كليبر عمال يعمل إصلاحات وتجهيزات عشان يلبي طلبات الجيش الفرنسي، ويدخل يتنكر في زي شحات ويقتل كليبر. يبقى سليمان الحلبي قام بقتل كليبر. بعد مقتل كليبر يجي مكانه مينو ده أقدم قواد الحملة الفرنسية أو أقدم ضباط الحملة الفرنسية. يبقى أنا عندي ثلاث قواد: نابليون، بعد كليبر، بعد مينو، بالترتيب كده. كليبر مين اللي قتله؟ سليمان الحلبي. قتله امتى؟ وهو بيعمل اصلاحات عشان يلبي طلبات الجيش الفرنسي، وكمان بينشئ حصون فين؟ في القاهرة والإسكندرية. مينو عمل اتفاق مع انجلترا لان طبعا ما قدرش يحقق اهدافه في مصر، عمل اتفاق مع انجلترا وخرج على متن، يعني على ظهر السفن الانجليزيه. خرج من على ظهر السفن الانجليزيه 1800. يبقى تم جلاء. يعني ايه جلاء؟ يعني رحيل المحتل. تم رحيل الفرنسيين عن مصر في 1801. حققت الحملة أهدافها؟ لا، لم تحقق أهدافها. بما تفسر لم تحقق الحملة الفرنسية هدفها ولم تجعل مصر قاعدة للإمبراطورية الفرنسية. بسبب إيه؟ بسبب تفوق إنجلترا البحري وثورات المصريين ومقاومة المماليك والعثمانيين. يبقى لما يجي يقول لي فسر أو بما تفسر، لم تحقق الحملة هدفها، الحملة الفرنسية، ولم تجعل مصر قاعدة للإمبراطورية الفرنسية في الشرق بسبب تفوق إنجلترا البحري، ثورات المصريين، مقاومة المماليك والعثمانيين. أهم حاجة لازم أعرفها نتائج الحملة الفرنسية. هي الحملة الفرنسية كان لها نتائج؟ كان لها نتائج كتيرة جدا ولازم أحفظها. نتائج حربية ونتائج سياسية ونتائج علمية وثقافية، ودولت مهمين جدا. النتائج الحربية أنا هنفي الأسباب الحقيقية، عشان عارفة أن أسباب الحملة الفرنسية الحقيقية جعل مصر قاعدة للإمبراطورية الفرنسية في الشرق، وكمان قطع الطريق بين إنجلترا ومستعمراتها في الهند، دولت ما حصلوش. يبقى النتائج الحربية: لم تستطيع الحملة جعل مصر قاعدة للإمبراطورية في الشرق، لم تستطيع قطع الطريق بين انجلترا ومستعمراتها في الهند، يعني ما عملتش حاجة من اللي جاي عشانهم، بس عملت حاجة واحدة حربية: أضعفت قوة ونفوذ المماليك. يبقى الحملة الفرنسية أدت إلى إضعاف قوة ونفوذ المماليك. ده من الناحية الإيه؟ أيوة صح، برافو عليكم، من الناحية الحربية.
النتائج السياسية بقى، سياسيا يعني من ناحية الحكم ومن ناحية الدول، حصل ايه؟ لفتت الحملة الفرنسية أنظار العالم لأهمية موقع مصر وخاصة إنجلترا. الحملة الفرنسية خلت العالم كله ياخد باله إن موقع مصر موقع متميز، بتطل من الشمال على البحر المتوسط ومن الشرق على البحر الأحمر، ودول أهم بحرين في العالم. وكمان إنجلترا خدت بالها إنها لو استولت على مصر هتأمن مصالحها فين؟ في الهند. برافو عليكم. يبقى النتائج السياسية: لفتت الحملة الفرنسية أنظار العالم لأهمية موقع مصر وخاصة إنجلترا. أظهرت للمجتمع المصري عزلته عما يجري من حوله. الدولة العثمانية لما احنا شفنا أحوال مصر في عهد الدولة العثمانية لقينا كل الأحوال متدهورة كلها. التعليم اقتصر على الأزهر، تم إهمال العلوم العقلية والأدبية، أصبحت طبعا التجارة متدهورة والاقتصاد والزراعة، كل حاجة متدهورة. فالشعب المصري ما كانش عارف ايه اللي بيحصل حوله وايه التطور اللي بيجرى في العالم. مين اللي عرفه ده؟ الحملة الفرنسية. يبقى أظهرت الحملة الفرنسية للمجتمع المصري ايه؟ عزلته عما يجري حوله، كأن المجتمع المصري كان مقفول عليه ومش عارف أي حاجة، والحملة الفرنسية اللي عرفته. إيه كمان؟ أيقظت الوعي القومي لدى المصريين. الوعي القومي ده إن هي نبهت المصريين إن يقدروا يشتركوا في حكم بلدهم بمنتهى السهولة. يبقى أيقظت الوعي القومي لدى المصريين. دي نتائج إيه؟ أيوة، نتائج سياسية. النتائج العلمية والثقافية 4 نتائج مهمين جدا. ايه النتائج دي؟ اكتشاف حجر رشيد. طب ايه اهمية اكتشاف حجر رشيد؟ ساعد على فك رموز اللغة المصرية القديمة. حجر رشيد ساعد على فك رموز اللغة المصرية القديمة. الحاجة التانية في العلمية والثقافية تأليف كتاب وصف مصر، ده موسوعة في كل حاجة عن مصر. دراسة مشروع توصيل البحر المتوسط بالأحمر. إنشاء المجمع العلمي المصري كمقر لإجراء الأبحاث العلمية، أو إنشاء المجمع العلمي المصري واسكت. يبقى 4 نتائج علمية وثقافية هي أهم النتائج. أهم نتائج الحملة هي النتائج العلمية والثقافية. اكتشاف حجر رشيد، ما النتائج المترتبة على اكتشاف حجر رشيد؟ أدى إلى فك رموز اللغة المصرية القديمة. تأليف كتاب وصف مصر، دراسة مشروع توصيل البحر المتوسط بالأحمر، إنشاء المجمع العلمي المصري. كده خلصنا الدرس بتاعنا. نحل كتير 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 عشان نأكد فهمنا. استنونا في حل كتاب المدرسة الوحدة الأولى إن شاء الله عشان تستفيدوا معانا وتفهموا إزاي نحل الأسئلة بسهولة وإزاي نتدرب على حل الأسئلة. إذا عجبكم الشرح اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بالتوفيق إن شاء الله.